الرسالة الذي أبهر العالم أجمع، الفيلم الذي هز العالم ومنعته الدول العربية. خاف الجميع من عرضه حتى أمريكا نفسها، وقتل بسببه مخرجه ومؤلفه. وهددت المباحث الفيدرالية مخرجه ليتم وقف عرض الفيلم فورا. كيف وصل الفيلم للنور؟ ومن هو الرئيس العربي الذي دعم الفيلم حتى يصل للنور في عام 1970؟ فكر المخرج السوري الأمريكي مصطفى العقاد في إنتاج فيلم سينمائي ضخم يتناول سيرة أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ويتم عرضه بنسخة عربية وأجنبية في الوقت نفسه، خاصة عندما انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. شعر أن أطفاله بحاجة كبيرة لتعلم أصول دينهم، ومن هنا جاءت الفكرة. لكن من أين يحصل على تمويل كافٍ؟